السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا معايا النهارده هنعمل طبعا ما دام احنا في الشتاء لازم نعمل عدس. محدش في الشتاء ما ياكلش عدس، بس النهارده هنعمل عدس بجبه او العدس الاسمر بطريقه سهله وهتعجبكم جدا ومختلفه عن اللي احنا بنعملها على طول. اول حاجه معايا حله حطيت فيها معلقه سمنه بلدي، يعني ما يبقاش عدس كله بسمنه بلدي كمان. حطيت معلقه سمنه بلدي وبعد كده اجيب بصلايه وفرمتها في الكبة أو في بتاعة البلندر، أفضيها كده. طبعا معايا حوالي نص كيلو طماطم أبشر بالمبشرة. عايزة تحطي فيها فص ثوم حطي، بيديلها ريحة حلوة. أنا حاطة فص الثوم مع البصلة وفص ثوم بس، مش حاطة أي حاجة تانية. أقلب فيهم كده لغاية ما يصفروا، بعد كده اشوف نعمل فيهم. وده حبايبي البصله بتاعتي بعد ما اصفرت كده اهي، انزل عليها بمعلقه صلصه كبيره او كيس عشان الطماطم بتاعتي بيضه، لكن لو الطماطم حلوه خلاص مش لازم صلصه. واحط لها برده مكعبين ماجي بيديلها طعم حلو. وانزل بقى بالطماطم بتاعتي اللي انا بشربها اهو، بخلي بالي عشان نعزها. حوالي نص كيلو طماطم عليهم معلقه صلصه، لكن لو الطماطم حلوه مش هحط بقى التوابل بتاعتي. اكتر حاجه بيحبها العدس الكمون، معلقه كمون، معلقه شطه، ومعلقه كزبره، بس مش اكتر من كده. ولو انت حاطه قرن فلفل حامي مع البصله مش لازم تحطي شطه، بس اسيبهم بقى يتسبكوا تسبيكه حلوه. وانا عندي سلقه العدس عادي زي ما بيسلقوا الكشري، وهنشوف هنعمل فيها بقى تاني احلى طبق عدس ممكن تاكليه. طبعا هحط شويه ملح صغيرين بس عشان انا حاطه ماجي فمش هكتر الملح. ودي حبايبي بعد ما اتسبكت الخلطه بتاعتي، ودي معايا هنا حوالي ربع كيلو عدس انا غسلته وصفيته، انزل بيه كده. واحلى طبق عدس بقى ممكن تاكليه. اسيبهم بقى ياخدوا غلوتين مع بعض. عندك شوربه عايزه تزودي شوربه زودي، عايزه تزودي ميه زودي. طريقه مختلفه طعمها حلو هتعجبكم قوي. بتتغمس بالعيش، تاكليها بالمعلقه براحتك، يعني اللي انت عايزاه. طريقه مختلفه عن الطريقه التانيه، اتمنى يا رب تجربوها وتعجبكم. طبعا اهو هزود شويه ميه صغيرين عشان انا عايزه فيها صوص اهو كده، نص كوبايه ميه. وتدوقي برضك وتشوفي لو محتاجه ملح تاني، بس انا عشان حاطه مكعبين ماجي فانا عارفه ان هي حقيقه بيبقى حلو. اسيبها بقى تاخد غلوتين واشوف هعمل كده.